ايه اللي ممكن يجمع ما بين فنجان قهوتك اللي انت بتحبه وما بين احساسك ان الدنيا بهتانه؟ السر في معادله كيميائيه بتحصل جوه مخك كل ليله. لما بتشرب قهوه عشان تسهر انت بتدخل جسمك ماده اسمها الادينوزين بلوكر. ببساطه الادينوزين هو اللي بيقول لمخك يلا بينا ننام دلوقتي. يجي الكافيين بقى يقف قصاده ويقول له لا استنى نسهر شويه كمان، لسه بدري مش هتنام دلوقتي، لا مش هسيبك، هتسهر يعني هتسهر. والنتيجه اللي بتحصل ان مخك بيفضل مصحصح بالعافيه بس جسمك هيموت وهينام. وطبعا اهم عمليه صيانه بتحصل لجسمك وانت نايم مرحله النوم العميق الديب سليب. في المرحله دي مخك مش بس بيرتاح، لا ده بيعمل ديليت للسموم والتوتر اللي اتجمعوا معاك طول اليوم. ولما حضرتك بتضحي بالنوم العميق ده تاني يوم مش بتصحى تعبان بس، لا بتصحى تلاقي هرمون الكورتيزول عندك عالي جدا اللي هو هرمون التوتر. ومش بس كده، هرمون السيروتونين بينزل جدا ولا انت طايق نفسك ولا طايق حد يكلمك. ودي وصفه بسيطه للقلق والاحساس بالاحباط. ومع الوقت بقى السهر المستمر بيخلي مخك في حالة التهاب مزمن بسيطة. وسع بقى ده بيخليه أرض خصبة للاكتئاب. فبتبقى تشرب قهوة عشان تفوق من التعب اللي سببه قلة النوم، واللي سببته القهوة هنا ان هي بتسرق طاقتك ومزاجك. مش بقولك ما تشربش قهوة، لا اشربها بس بذكاء والصبح. ما تخليش القهوة سلاح ضد النوم بالليل. ودي لمخك يعمل ريستارت طبيعي عشان انت المستفيد. والله نومك هو اقوى مضاد للاكتئاب، استثمر فيه. وكفاية سهر كده ونام طبيعي بقى وبس كده. سلام.